السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عاملين وصفة غدا كاملة زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. طبعا اللي هيشوف الفيديو من اوله ايه يعني هيشوفها حاجة عادية؟ لا، لان انا عاملة المحشي بكام تكاية كده للناس اللي عندها القولون مش عارفة تاكل محشي ورق الكرنب بيتعبها بعد ما بتاكله. لا، انا قلت لك على كام تكاية هتحطيهم مكونين هتحطهم في المحشي، هتاكلي منه اي كمية انت عايزاها من غير ما يتعبك. وكمان لحبايبي وبناتي سنة اولى مطبخ، انا قايله لها ازاي تقطعي الكرنب بطريقه سهله عشان تسلقيه وتلفيه بطريقه سهله من غير ما ياخد معاك وقت خالص. كمان قلب الكوسه اللي طلع معانا احنا عملنا به وصفه بالشكل ده كده اهو، ما رميناهوش. عملنا طاجن الملوخيه، عملنا الفراخ بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. عملت لها تتبيله ودهنتها بيها وحمرتها، شايفه طالعه عامله ازاي؟ كانك شوياها بالظبط. شايفه لونها بسم الله ما شاء الله عامل ازاي؟ طبعا الفيديو للناس الكبيره مع احترامي يعني للجميع اللي زي حالاتي كده، هتشوف ان الفيديو ده يعني دي حاجه عاديه يعني. لا، لكن يا جماعه صدقوني احنا بناتنا الصغيرين، بناتنا سنه اولى مطبخ، البنت اللي بتخلص مدرستها، البنت اللي بتخلص كليتها وتتجوز بعدها على طول بتبقى مش عارفه حاجه في المطبخ. صدقوني احنا في عصر الانترنت دلوقتي زي ما بيقولوا، البنات معتمده على ان انا بدخل على النت باخد الوصفه واطبقها. فانا الحاجات دي كلها انا شرحاها لحبايبي وبناتي الصغيرين سنه اولى مطبخ. يلا بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدا وصفتنا ونشوف عملناها ازاي. بس اللي عجبتك وصفتي ما تنسيش تعملي لي متابعه على الفيس لو انت لسه مش متابعاني، ولو بتشوفيني على اليوتيوب ما تنسيش تعملي لي اشتراك في قناتي وفعل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. بحبكم في الله. صلصه المحشي دي صلصه عاديه خالص. انا قطعت البصل مكعبات، حطيته على النار، حطيت عليه معلقتين سمنه، دبلت البصل ونزلت عليه، كنت ضاربه الطماطم في الخلاط ورحت جايه نازله عليه بالطماطم وسبتها تتسبك بقى. كده احنا عملنا الصلصه بتاعت المحشي بتاعنا. تعالوا بقى نسلق ايه الكرنب، اقطعها معاكم تقطعها حلوه كده تسهل علينا ايه السليق. قطعتها بالشكل ده كده اهو، يعني قطعت الكرنب اربع ارباع بالشكل ده كده اهو، فبتبقى كده ايه سهله معاكي في السليق. وحتى كمان بعد ما تسلقيها وتيجي تحشيها بتبقى برضه سهله معاكي ايه لما تيجي تقطعيها. الميه هنا غليت معايا اللي انا هسلق فيها، هي لونها اصفر كده ليه هقول لكم. سبب اللون لان انا حاطه فيها كمون. لما بتحطي الكمون في ميه سليق الكرنب، بالنسبه للناس اللي هي بتبقى مثلا عندها تعب في بطنها بتاكل الكرنب وتتعب، الناس اللي عندها قولون ما بتقدرش تاكل الكرنب، معلقه الكمون دي بتضيع اي غازات في الكرنب، فبالتالي هتاكليه مش هتعملك القولون خالص. شايفه كمان التقطيعه دي بتسهل معاك السلق جدا، لان بصي بتخلي الميه تدخل كلها جواها احسن ما تقعدي تحطي ورقه ورقه. اهو بالشكل ده كده في دقيقه كانت ايه، كانت مسلوقه. الكرنب بعد ما سلقناه نعمل ايه بقى؟ الربع اللي معايا ده اهو اروح جايه اسمها بالشكل ده كده اهو، شايفه اهو. هطلعه بقى على كده اهو وهلف اهو. امسك اطلع ده كده برضه اهو، اطلع منه العروق بالشكل ده كده اهو. وشلت كده اهو. اسهل طريقه لانك ايه تقطع بيها الكرنب، ما ياخدش معاكي وقت خالص. والناس اللي بتبقى شايله من المحشي هسلق واقطع واعمل، لا بالشكل ده كده مش هياخد معاكي وقت خالص. انا برضه هاجي من عند العرق من هنا كده او الضلع زي ما بتقولوا اهو، ده هطلعه بالشكل ده كده اهو. ايه وهشيل دي اهو بس كده اهي. طيب انا معايا هنا الكرنبه بتاعتي صغيره، طب لو كانت بقى الكرنبه بتاعتي كبيره كنت النص اللي تحت ده كده هتقسميها برضو ايه نصين كده بالشكل ده كده. هنعمل بقى الرز.
ادي الرز معايا اهو، انا غسلته تمام. هنزل بقى بالصلصه بتاعتي، بس مش هنزل بيها كلها. هحط شويه شويه لان الصلصه اللي معايا دي كتيره، وهقلب. احتجت تاني هحط كمان شويه. هنزل بكمان شويه صلصه عشان يبقى الرز احمر كده وحلو معايا. وكمان لما احط الخضره الرز مبيبقاش شكله ابيض كده معايا. صلصة المحشي دي صلصة عادية خالص. أنا قطعت البصل مكعبات، حطيته على النار، حطيت عليه معلقتين سمنة، دبلت البصل ونزلت عليه، كنت ضاربة الطماطم في الخلاط ورحت جاية نازلة عليه بالطماطم وسبتها تتسبك بقى. هنزل بقى بالخضرة اهو بالشكل ده كده. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي اهي. حطيت حوالي معلقتين كبار، لأن أنا عاملة الكمية اللي معايا دي كيلو رز. التوابل دي توابل 7 بهارات، أنا بعملها في البيت، بتبقى بقى يعني فيها كل حاجة، بتبقى حلوة أوي بقى. بستعملها ايه عندي في المطبخ يعني في أي حاجة أنا عايزاها. بالشكل ده كده اهو. هنزل بقى برشة نعناع ناشف بالشكل ده كده اهو. النعناع كمان من الحاجات اللي هي بتريح البطن، فبالتالي هتخلي محشي الكرنب برضه ايه يعني ما يتعبناش واحنا بناكله اهو بالشكل ده كده. طيب بص بقى يا ست البنات، طبعا احنا يا كبار كلنا بنعرف نلف المحشي، ما هياش ايه افتكاسه ولا حاجه، ولكن في بنات كتير قوي صغيره زي ما قلت لكم كده، شباب صغيره بتتفرج عليا وانا عارفه تمام. فاللي ما بتعرفش تلف المحشي بيفك معاها. طيب احسن حاجه تلفيه بيها والمحشي ما يفكش معاكي ويبقى طالع الصباع ملموم كده، ومش مرهرط في ايدك كده يعني طري تمام. لفيه على قطعه الخضار بالشكل ده كده. هتفردي الورق وتحط الرز تمام، ولمي من الحرف ده كده اهو، ولمي كده لفي ودوسي، لفي ودوسي اهو بالشكل ده كده. بلف اللفه وادوس على ايدي، بلف اللفه وادوس على ايدي اهو. شايفه شكل الصباع؟ لو انت ما بتعرفيش تلفي ايه المحشي وبتبقى شايله هم لفه تمام. لان هو المحشي انا عن نفسي ما يعني المحشي ما يتاكلش الا بالطريقه دي، بالطريقه اللي احنا اتعلمناها، بطريقه امهاتنا بتاعت زمان. انما الاختراعات اللي طلعت دلوقتي بقى في الفتره دي، لا هاتي صينيه ورصي فيها الورق واعملي رقات كانك بتعملي طبقات جلاش، هاتي مش عارفه اعمل ايه. الكلام ده كله ايه يعني بصراحه مع احترامي للكل يعني انا ما اقتنعتش بيه، ما حسيتش ان انا بعمل محشي. عشان احس ان انا بعمل محشي صح زي بطريقه امهاتنا اللي احنا اتعلمناها، بلف صوابع بالشكل ده كده زي ما قلت لك هلف مع واحد كمان اهو. بتجيب الحرف ده كده اهو، والحرف ده كده تسوي الصباع اهو، تلفي ودوسي بايدك تكه بسيطه كده، لفي ودوسي كده اهو بالشكل ده كده اهو. بلف وادوس كده مش هيغلبك صباع المحشي وهيطلع معاك مظبوط بالشكل ده كده اهو. تدبيه في الحيط يرجع عليكي تاني اهو بالطريقه دي كده اهو. دي اسهل طريقه تلفي بيها المحشي. كده انا خلصت المحشي بتاعي بالشكل ده كده اهو. انا كان عندي وحدتين كوسه وحدتين فلفل عملتهم معاهم يعني ما كانش هيجي اي حله، فعملتها حله مشكله. بس حطيتهم من فوق كده عشان خاطر الكوسه بتستوي بسرعه عن الكرنب فايه فما تتهريش، فحطيتهم ايه على الوش من فوق كده. هنزل بقى بالشوربه بتاعتي اهي، شوربه الفراخ. اهم شيء الشوربه معاكم تكون سخنه كمان قوي بالشكل ده كده اهو. ما تخليش الشوربه لحد ايه باين لحد فوق كده، لا خلي الرق اللي فوق كده مش باين منه الشوربه عشان يطلع مفلفل معاكم ومش معاك. وادي الفراخ بتاعتنا بعد ما استوت اهي، شايفه الشوربه بسم الله ما شاء الله جميله ازاي. اهم شيء عشان تطلعي شوربه حلوه شوربه فراخ لازم تكوني غاسله الفراخ ايه كويس، وعشان ما يبقاش فيها زفاره اغسليها بملح ودقيق. بعد كده بقى حط الفراخ بتاعتك في الشوربه بقى، اي توابل عندك بقى حطيها، اي توابل شوربه، ورق لوري، حبهان، قرفه، مستكه، اي حاجه عندك من الحاجات دي حطها في الشوربه مع بصله وطماطمايه وجزرايه، هتطلعي شوربه زي العسل. هنعمل بقى شويه ملوخيه حلوين في الطاجن. انا معايا هنا معلقه سمنه حطيتها في الطاجن بعد ما سخن، حطيت الطاجن سخن الاول وحطيت معلقه السمنه، نزلت بالثوم بالشكل ده كده اهو. ده الفلفل اللي طلع معايا من القمع من فوق كده، وانا ايه وانا بعمله وانا بقطع بحشي الفلفل يعني اي حاجه مش بنرميها. خدت الحتت اللي هي بتطلع معايا في القمع من الفلفل من فوق كده اهو ولقيتها مع التومه. يا دوبك اصفرت اهي. هنزل بقى بالشوربه بتاعتي
بالشكل ده كده اهو. اول ما تبدا تغلي حاجه كده ادفع عليها بسرعه، لان كتر الغليان معاكي الملوخيه هتصفصف منك، يعني هتلاقيها نزلت في قعر الحله كده او الطاجن من تحت، والشوربه بقت عايمه ايه على الوش من فوق. هنزل بقى عليها برش التوابل بالشكل ده كده اهو. وده برضو الفلفل اهو، لما بنيجي نقور الفلفل برضو عشان نحشيه، شايفين برضو اللي بيطلع منه احنا ما بنرميهوش، انا برضو بقطعه وافرمه مع التوم، بعمل بيه الملوخيه، اعمل بيه اي تقليه يعني احط عليها توم، او باخد منه واحط ايه واحطه في الشوربه، يعني مش برميه. شوفي يا ست البنات، اول وصفه بقلب الكوسه، انا هنا عملت ايه، جبت توم على الفلفل اللي انا وريته لك ده ودقيته تمام، او فرميته الكبه اي حاجه بالشكل ده كده اهو. دبلوا معايا بالشكل ده كده اهو. هنزل بقى بالصلصه بالشكل ده كده اهو. هسيبها بقى تتسبك شويه. الصلصه دي هي صلصه جاهزه عندي، يعني فيها البصل بتاعها وكل حاجه تمام. طب لو انت هتعملي بصلصه فريش، يعني طماطم فريش فرماها في الخلاط، هتحطي مع الثوم والفلفل، هتحطي معاها بصله وتحمريهم وترجعي تنزلي ايه بالطماطم الفريش بتاعتك. اتسبكت معايا شويه اهي. هنزل بقى بقلب الكوسه اهو. قلب الكوسه انا حطيته في المصفى، يعني ايه نزل شويه من ميته، مش الميه كلها، لا شويه بس كده من الميه عشان ايه ما تبقاش صيصه معايا قوي بالشكل ده كده اهو. وكونوا مطفيه بقى النار عليها لما تنزلي بقلب الكوسه بالشكل ده كده، عشان مش هحط لها شوربه، انا هسيبها ايه تشرب من الصلصه كده بتاعتها الاول شويه. سبته حوالي 5 دقايق كده، الكوسه شربت من الصلصه بتاعتها شويه، هنزل بقى بالشوربه عليها بالشكل ده كده اهو اهي. وهسيبها بقى ايه تستوي، كانك بتعملي كوسه عادي، كانك مقطعه كوسه طرنشات كده وبتسويها عادي في الصلصه. كمان انتوا عارفين ان الكوسه مغذيه جدا وحلوه قوي للقلب، فاحنا كده استفدنا ايه بكل حاجه فيها، يعني لما نيجي نعمل محشي مش هنرمي منها اي حاجه. وادي قلب الكوسه بعد ما طبخناه بالشكل ده كده اهو. انا طفيت عليه، هنزل بقى بمعلقه توابل. انا بحب احط التوابل في الاخر عشان خاطر بتبقى ريحتها مفحفحه وحلوه كده ايه في الاكل يعني. ممكن تعملي بيه وصفه تانية لو انت مش عايزه تطبخيه بالشكل ده كده، يعني اليوم اللي عامله فيه محشي، حط امسكي قلب كوس حطيه في طبق وعينيه عندك في الثلاجه، اصبحت تاني يوم اعملي اكله جديده بيه. هتعملي بيه ايه بقى؟ حطيه في مصفى، لما تيجي تعمليه حطيه في مصفى، صفي الميه بتاعته جامد، وقطع عليه فلفل، وقطع عليه بصل، قطع عليه فصين توم، قطع عليه طماطم مكعبات، قطع شويه خضره تمام. وحط عليه بيض، عدد البيض بقى اللي انت عايزاه حسب كميه الخضار اللي معاكي، على شويه توابل ورشه ملح، واضربيهم بالمضرب كلهم في قلب بعضهم. حطيهم في صينيه ودخليهم الفرن، هتطلع معاكي عجه بيض بالخضار زي العسل. هتحطي بقى جنبها العيش وشويه مخلل او طماطم مخلله، يعني اللي انت عايزاه حطيه جنبها بقى، هتبقى معاكي وجبه تانية اهي. معايا هنا بقى رشه بابريكا ورشه توابل على معلقه زيت، هدهن بها الفرخه واحمرها عشان تدينا ايه لون حلو كده. دي فرخه بلدي يا جماعه، عشان ما حدش يقول انت صغننه قوي، دي فرخه بلدي. وده الغدا بتاعنا بعد ما خلص اهو بالشكل ده كده اهو. المحشي بتاعنا العسل اهو اللي هناكله ان شاء الله مش هيتعبنا زي ما قلت لكم كده في الفيديو اهو. وشايفه كمان لفه مفيش ولا صابع فك معايا اهو. قلب الكوسه، حبيبه المتابعه اللي طلبت مني وصفات لقلب الكوسه اهي، طبخناها بقت زي العسل اهي تمام. وادي الملوخيه بتاعتنا، احلى ملوخيه بقى اللي تاكليها اللي تعمليها في الطاجن، بتبقى فعلا طعمها روعه. وادي الفراخ بتاعتنا، شوفوا حمرناها برضو بالتتبيله اللي احنا عملناها لها، بالخلطه اللي احنا عملناها لها. بص مخليه لون الفراخ جميل ازاي، مش محروقه معايا، شايفه لونها